عطانا البترول طلع، تخلصت المديونيه ودراهم الاخرين داوهم. لا فامي هاك 5 ملاير. انت وين شفت واحد يعيش في الصوارد؟ 5 ملاير دولار عطاها لا فامي، درك يروح يقول لا فامي يسلف لي، هو دراهم وراه ما عنده فامي. كاش واحد يدير انت من المفروض 5 ملاير دولار راك تروح تستثمرها في الاقتصاد. روح شوف المغرب واش راهو دار، راهو يستثمر في الكونغو، في الجابون، في كل الدول، في السنغال. انا شخصيا يعني في النيجر لقيت يعني بنوك مغربيه، هي دوله حدوديه للجزائر، ولم القى اي بنك جزائري. بنك جزائري. شوف هاي الناس اللي تخدم انت لما تقارنا غير بتونس وبالمغرب، لا كاليتي دو في كيفيه المغرب بارح دار تي جي في، احسن دار تي جي في ودار بور كبير، لاغمينا كبير، ودار وما عندوش. لا التي جي في شحال تقام له؟ 400 كيلومتر تقام له 380 مليون دولار، وهذيك 380 دولار تي جي في يعني ايه تي جي في هذيك راهي من عند الاتحاد الاوروبي. نعم في والاتحاد وكانوا راح يعرضوها على الجزائر قبل ما يعرضوها على المغرب، وقال لهم بوتفليقه ماناش محتاجين لان هذه التكنولوجيا صعيبه علينا. عندنا الوطورود اغلى وطورود في العالم. يعني شوف الدراهم اللي نزلت علينا اللي ربي اعطاها لنا، جا بوتفليقه هلكها يجي يمحي ديون دول كنا سلفنا لها بلا ما يشاور لا مجلس وطني شعبي ولا شعب ولا يتكلم ولا حقار. بوتفليقه حقار وخوته حقارين والتاريخ يحكم عليه. بوتفليقه وسيمسمح لي بوتفليقه راح يموت متشينا، راح مشتاق الموت وراح يخلط في الذنوب تاع الشعب الجزائري. ولكن اذا كان بوتفليقه فيها كل هذه العيوب، يعني حتى الناس اللي جابوه العسكر اللي جابوه في 99 ما في اللي جابته. ما تقولوش العسكر يا ودي، المؤسسه العسكريه بريئه منه. جابوا بن حديد، جابوا جنرال يحيى، جابوا شكون اللي جابته المافيا. هذاك اخر هديه مسمومه للجزائر من طرف نزار بالخير والعماري وجماعه صف ضباط فرنسا. اخر هديه مسمومه للجزائر جابوها باش يهدم الدوله الجزائريه كان بوتفليقه. سي هشام عبود، نطلب منك كلمه اخيره، يعني كيفاش تشوف المستقبل السياسي الجزائري